لو انا مزنوق ماليا جدا جدا وهيحل لي مشكله كبيره قوي وجالي فيه سعر ممتاز، طبعا ما عنديش حل تاني رغم الظروف المحاطه بيه، يعني حب الجماهير ما هو دلوقتي لو انا زيزو ده هيحل ازمه النادي، والنادي طبعا عليه فلوس كتيره قوي وعليه مشاكل كبيره قوي في القيد، وهيجي رقم ممتاز لزيزو وزيزو في قمه تالقه. اكيد طبعا في الظروف العاديه ما حدش يستغنى عن زيزو، بس اكيد هيبقى اللي عايزه البيت يحرم على الجامع. ايه الرقم الممتاز اللي ممكن يدفع في زيزو من وجهه نظرك؟ من 4 ل 5 مليون دولار، طبعا ده ممتاز. ولو جه 8 ده هايل، و20% في حاله بقى ده 8 ده انا ابيعه فورا بلا تردد. اصل بص، زيزو دلوقتي في قمه تالقه، لو زيزو اتشغل بعقد ان هو يحترف وعقله بقى مش مركز في اللعب، مستواه ممكن ينزل يبقى اقل من النص. فلازم حضرتك مهما كان عليك ضغوط جماهيريه لازم تفكر بعقلك. وبعدين انت عندك مشكله ازليه ومشكله كبيره مش سهله، محتاج تحلها، فمش هتقدر تاخد كل حاجه في نفس الوقت. يا عم الزمالك زعبول اهو بيتنادي يا اخو، والله العظيم الصداره جاب فيه 200 جنيه بعوره يا، وانا هو جايب لكم كاس العالم، نفخوا بالونه هتفرقع في وشكم. بعض المحبين لنادي الزمالك وبعض الوسطاء بيتكلموا عن احمد عبد القادر انتقاله لنادي الزمالك. حق نادي الزمالك ان هو يتفاوض، وحق ان هو يبتدي يعني من وجهه نظري وارد ان ممكن بنسبه كبيره جدا نلاقي احمد عبد القادر موجود في نادي الزمالك على حسب تفكيره بقى. هل هيجي له عرض خارجي من قطر او من السعوديه؟ هل ممكن نشوفه في الفتره اللي جايه بره في احدى الدوريات العربيه؟ ده اللي هنشوفه. بس من خلال تواصلنا ومن خلال يعني فريق العمل ان في مفاوضات يعني كبيره جدا مع احمد عبد القادر انتقاله لنادي الزمالك. وانا يعني من خلال مصادرنا برضه ان احمد عبد القادر لسه ما خدش قرار، يعني لسه احمد عبد القادر ما خدش قرار في الموضوع ده، لان برضه خلينا نتكلم ان ممكن الفتره اللي فاتت بسبب ابتعاده عن المشاركه، وممكن يكون حابب ان هو يبقى موجود، يعني ممكن يكون عنده امل، يعني لو بنسبه حتى ضعيفه. لان خلينا نتكلم ان انا هقول لكم كلاعب بقى ان ممكن بسبب الكلام كتير جدا على مستر كولر في الفتره الاخيره ممكن يقول لك انا ما اقدرش اخد قرار دلوقتي لان وارد ان ممكن مستر كولر يمشي. انا هجيبها لكم بقى بايه، باحساس كلاعب. انا دلوقتي في مشاكل ما بيني وبين المدير الفني، والمدير الفني مش حاببني ان انا ابقى موجود، بس انا شايف من خلال متابعتي لان اكيد متابع. يا عم يتكل على الله، اللي ما يعرفش قيمه الاهلي وهو بيلعب في الاهلي يعرفها لما يلعب في نادي تاني.